تريليتشي، كيكة الحليب التركية، القشطوطة، سموها زي ما تحبوا. المهم إنها ألذ وأطرى كيكة في العالم، غرقانة في اللبن مع الكريمة وصوص الكراميل. أوعدكوا هتاكلوا ألذ حلويات هتجربوها. قبل ما نبدأ، أنا نسمة ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوها انزلوا اشتركوا فعلوا جرس التنبيه ويلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة هنعمل الكيك. هنحتاج 5 بيضة متوسطة، هنضربهم بالمضرب كويس قوي. أول ما تبتدي تعمل فقاعات كده هنبتدي نزود كوباية سكر بالتدريج واحنا بنضرب. هنزود معلقة صغيرة فانيلا. هنضرب كويس تقريبا 7 دقايق لحد ما نوصل للقوام واللون الفاتح ده. هنحتاج بقى 1.5 كوباية دقيق، نزود عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح، نقلبهم كويس قوي. نبتدي ننخل الدقيق بالتدريج واحنا بنقلب لحد ما نخلص الكمية كلها. هنقلب بس لحد ما الدقيق يختفي. هنحتاج صينية أي شكل بقى تحبوه، دي مقاس 30 في 25. هندهنها كويس قوي ونبطنها بورق الزبدة. هننزل خليط الكيك، نسويه كويس. هندخلها فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180، بتاخد تقريبا 25 ل 30 دقيقة. في الوقت ده هنعمل صوص الحليب اللي هنسقي بيه الكيك. هنحتاج لتر حليب، 1/4 كوباية سكر، 3 معلقة كبيرة حليب بودرة، وهنقلبهم كويس قوي. بعدين هنضيف نص كوباية كريمة حلويات. سايبالكوا كل البدايل اللي ممكن تستخدموها في الصوص ده في صندوق الوصف. أول ما الكيك يطلع من الفرن هنسيبه يهدى شوية وبعدين هنطلعه ونشيل ورق الزبدة. نرجعه تاني في الصينية. هنبتدي نسقي الكيك بقى بالحليب اللي احنا عملناه. هنسيبها شوية في التلاجة وفي الوقت ده هنعمل الكريمة. هنحتاج 1 كوباية حليب متلج، عليهم 3 معلقة كبيرة سكر، 2 باكت كريم شانتيه. هنبتدي نضربهم كويس قوي بالمضرب. احنا هنا مقللين كمية الحليب عن اللي مكتوبة على الكريم شانتيه عشان احنا عايزينه يكون سميك يقدر يستحمل الكراميل لما نحطه عليه. بس كده جاهز معانا. هنبتدي بقى نوزعه على الكيك. هنستخدم بقى اي حاجة نفرد بيها الكريم شانتيه زي كده. هنساوي السطح كويس قوي ونمسح اي زوايد، نحطها في التلاجة تقريبا ساعة كده لحد ما تتماسك. في الوقت ده هنجهز الكراميل. هنحتاج 1 كوباية سكر. في الكسرول او الطاسة اللي هنستخدمها بقى هنبتدي ننزل كمية من السكر على نار هادية. اول ما تدوب ولونها يتحول للشكل ده هنزود شوية كمان من غير ما نقلب ولا اي حاجة، بس نهز الكسرول كده. هنكرر الخطوات دي لحد ما نخلص كمية السكر كلها. الطريقة دي بتخلي الكراميل ما يسكرش معاكم وكمان لونه يطلع فاتح وحلو قوي. اول ما السكر كله يدوب هزود معلقة زبدة. هقلب كويس قوي وخلوا بالكم عشان البخار اللي بيطلع. هنزود نص كوباية مية مغلية. بعد كده هنحتاج نص كوباية مية باردة وعليهم معلقة نشا. هدوبهم كويس قوي وانزلهم على الكراميل وابتدي اقلب على نار هادية. مجرد ما يغلي دقيقتين خلاص كده هنشيله من على النار. حطيته في حاجة تانية تسهل عليا اني اصبه على الكيك. خلوا بالكم انه بيتقل اكتر لما بيبرد. هسيبه يبرد خالص قبل ما اصبه على الكيك. هنطلع الكيك من التلاجة، نصب عليه بقى الكراميل، نوزعه كويس.
دول شوية من الكريمة اللي عملناها حطيتهم في كيس حلواني عشان نزين بيهم الكيك من فوق. هنعمل خطوط كده بالكريمة، وبعدين بأي عود خشب هنعمل الشكل ده. هندخلها التلاجة بقى، وأحسن حاجة تقعد لها ساعتين مثلا عشان تبرد تتماسك كويس، وكمان طعمها بيبقى لذيذ قوي وهي باردة. شايفين شكلها رهيبة. هنقطعها بقى بالمقاس اللي تحبه. الكيكة لونها تحفة، غرقانة في الصوص، الكريمة متماسكة والكراميل عليها، شكلها بصراحة يجنن، وطعمها رهيب بجد. ما كنتش متخيلة انها بالحلاوة دي. وصفة لازم تجربوها. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.